السلام عليكم. النهاردة هاخدكم في رحلة الدولية للشتلات لأرض المغرة، واحنا بنزرع لأحد عملائنا حوالي 250 نخلة. برحي بنت جورة متحضنين في قصاري، وهتابع معاكم كل العمليات من أول حفر الجورة لحد الزراعة. تابعونا علشان تشوفوا كل التفاصيل بإذن الله. طبعا احنا لسه واصلين دلوقتي الساعة حوالي 6:30 أو 7:45. دي الكمية الباقية اللي العميل هيزرعها. طبعا دي الأرض قبل الزراعة، ودي الجور. إن شاء الله هنحول النخل دلوقتي، الرجالة على العربيات بتحول النخل عشان نقسمه على الجور بإذن الله. طبعا احنا هنا بننقل النخل على جرار عشان نوزعه على المساحة زي ده ما كان متوزع كده. الخطوط دي فاضل المساحة دي اللي ما اتزرعتش، إن شاء الله تكمل على خير. طبعا هنا العمالة بتحول اهيت من على الجرار. طبعا المساحة اللي فوق ديت دي المساحة المزروعة، واللي في النص اللي هو نمواته الخضرية مش باينة ده جزء أنسجة كده. العمالة بتفرق على الجور، بإذن الله ننزل الكمية وبعد كده هنتم عملية الزراعة. احنا جينا دلوقتي لمرحلة الزراعة. احنا طلعنا النخلة من القصرية. طبعا ده المجموع الجذري بتاعها، بسم الله ما شاء الله عليه. المجموع الخضري بتاعها برضو ممتاز وفيها فسائل. احنا هننزلها دلوقتي الجورة. طبعا احنا هنردم عليها وخلاص. طبعا ديت مرحلة الزراعة، هنردم عليها وبس كده. طبعا دي الكمية كلها بعد الزراعة. طبعا للطلبات والتواصل تواصلوا معنا على أرقام الصفحة أو على الرسائل. كان معكم المهندس مصطفى العبساوي من الدولية للشتلات.